إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من الدروس العلمية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الدرس 38 في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن استخدام لفظة لو حين حصول المكروه ينافي تحقيق التوحيد الواجب، واستعمال لفظ لو له حالتان. الحال الأولى أن يقولها المسلم من باب الإخبار ونحوه لمجرد الإخبار، وهذا دلت الأدلة على أنه جائز، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، الحديث. وهنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار، وهذا يدل على الجواز. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فهذه الحال الأولى أن يقولها من باب الإخبار، وهذا جائز كما في هذه الأدلة. الحال الثانية أن يقولها المسلم من باب الاعتراض على قدر الله أو التضجر مما أصابه ونحو ذلك، فهنا يكون قولها محرما للحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب رحمه الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. جاء المؤلف بهاتين الآيتين لأن فيها ذم استعمال هذه اللفظة من باب الاعتراض على قدر الله أو التضجر من قدر الله سبحانه وتعالى. فهاتان الآيتان في قوم اعترضوا على شرع الله وعلى قدره، واعترضوا على الجهاد في سبيله لأنه سبب لحصول قدر الله وهو الموت. ففي هاتين الآيتين استعملت هذه اللفظة لو استعمالا غير شرعي في التضجر من قدر الله عز وجل وشرعه. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث جاء به المؤلف ليبين ذم من استعمل لفظ لو في التضجر على قدر الله عز وجل والاعتراض على قدر الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تفتح عمل الشيطان، الاعتراض على قدر الله. فإن الاستعمال هذا في بداية لو كان من باب التحسر ونحوه فإنه يفتح باب الاعتراض على قدر الله عز وجل. وقوله رحمه الله هنا في الصحيح المراد به صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل، يصح أن يقال قدر الله، ويصح أن يقال قدر الله وما شاء فعل، يصح الوجهان. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو
إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وهذا أن الشيطان يبدأ يوسوس له ويقول للعبد لو فعلت كذا لكان كذا، ثم يبدأ ويتحسر على ما أصابه ويتمنى أنه لو فعل غير ذلك حتى لا يحصل ما قد قضاه الله وقدره، وهذا كله يصيب المسلم بالحزن والهم والغم دون أي فائدة، فإن الزمان لن يرجع، وإذا وقعت المصيبة قد لا يستطيع المسلم أن يرجع ويرفعها عن نفسه، ولذا فإنه في هذه الحال لا فائدة من التحسر ومن التضايق مما قدره الله عز وجل، بل إن هذا يدخل في النفس الهم والغم والحزن دون أي فائدة. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله عز وجل، وهذا هو طريق النجاح في الدنيا والدين، أن يحرص الإنسان على ما ينفعه ولا ينظر إلى الماضي المؤلم له، فإن بعض الناس يحاول دائما أن يتذكر الماضي المؤلم الذي مر به، وهذا يجعله دائما في حزن وهم وغم، ويكون ذلك مثبطا له عن الحرص على ما ينفعه. ولكن المسلم العاقل يحرص على ما ينفعه وينسى، يحاول نسيان ما مر به من أخطاء في الماضي ويستفيد منها في المستقبل، بحيث لا يرتكبها مرة أخرى، لا أن يتحسر عليها كلما جاءته، فيستعين بالله عز وجل ويحرص على ما ينفعه. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. وهذا الباب جاء به المؤلف ليبين أن سب الريح ينافي تحقيق التوحيد الواجب، وهذا الباب من تعظيم الله عز وجل، وذلك لأنه ليس للريح إرادة، فسبها يرجع إلى سب مسببها ومدبرها وخالقها سبحانه وتعالى، وهذا مثل سب الدهر، فإن سب الدهر يرجع إلى سب خالقه ومدبره، وكذلك سب الريح ليس للريح إرادة، فسبها يرجع إلى خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. وإضافة الذم إلى الريح له حالتان: الحال الأولى أن يكون إضافة الذم إلى الريح على أنها سبب وليست مستقلة، على أنها سبب للبلاء، وهذا شرك أصغر وهو محرم كما سيأتي في هذه الأدلة، وهو من باب الشرك لقاعدة الأسباب السابقة، وهي ظن الشيء سببا وهو ليس كذلك، فالريح ليست سببا وإنما هي مدبرة ومسخرة. الحالة الثانية أن يضاف الذم إلى الريح على وجه الإخبار، وهذا كما قيل في الدهر، وهذا جائز للأدلة التي جاءت في هذا الباب كقوله تعالى: ريح صرصر عاتية، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وهذا سبق نحوه في ما يتعلق بالدهر كقوله سبحانه: في يوم نحس مستمر، وقال: هذا يوم عصيب. هذا من باب الإخبار وليس من باب الذم ولا من باب الاعتراض على الله عز وجل، وكذلك هو ليس من باب أن هذه الأمور سبب، وإن من باب الوصف والإخبار فقط. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وهذا الحديث جاء به المؤلف لأن فيه النهي الصريح عن سب الريح، وجاء نحو هذا الدعاء في صحيح مسلم من حديث
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، نحو هذا الدعاء. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن إساءة الظن بالله ينافي تحقيق التوحيد الواجب، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فهو الجواد الكريم وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا أحسن العبد ظنه بربه أعطاه ذلك قوة وثباتا على دين الله عز وجل. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وجاء كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب3 قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل في كل أموره. والظن بالله ظن السوء قد يصل بالعبد إلى الكفر، وقد يكون دون ذلك، فقد يكون من المحرمات، وهذا بحسب حال العبد. فإذا ظن سوء ونسب العبث لله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بقادر على تصريف هذا الكون، فهذا كفر بالله عز وجل، كما في الآية التي ساقها المؤلف في ظن المنافقين بالله عز وجل ظن السوء. وقد يكون الظن محرما إذا كان فيما دون ذلك، كان يظن أن الله لا ينصره هو مع قيامه مثلا بالدين ونحو ذلك، فهذا محرم ولا يصل إلى الكفر. وحسن الظن بالله عز وجل وذكر هذا في ختام هذا الكتاب النافع مفيد للغاية للموحد ولطالب العلم وطالبة العلم، فهو يعطي الموحد قوة وثباتا وإقداما على الحق، لأن من يحسن الظن بربه لا يخاف من أحد، ومن يحسن الظن بربه لا يرجو أحدا، وإنما يرجو ما عند الله ولا يخاف إلا الله عز وجل. يحسن الظن بربه أنه يعطيه الخير، ويحسن الظن بربه أنه يصرف عنه الشر، وأنه قادر على ذلك. فإذا كان هذا هو حال العبد فإنه سيكون قويا ثابتا مقدما على نشر الحق وعلى القيام به، فيؤمن بأن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، ويؤمن بأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وهذا لا ينافي أنه قد يبتلى الموحد، وهذا البلاء قد يكون فيه حكم عظيمة كصلاح النفس والتوبة إلى الله عز وجل وتطهير العبد من ذنوبه ومعاصيه، كما قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فوقوع البلاء لا ينافي أن الله عز وجل ينصر أهل الحق، فإن الله عز وجل ينصرهم، ولكن قد يبتليهم ليتبين المؤمن الصابر من غيره. وكأن الإمام محمد رحمه الله تعالى لما بين لنا التوحيد وعلمنا التوحيد في هذا الكتاب
جاء في ختام وآخر هذه الأبواب بهذا الباب ليذكرنا ويقوينا على الصبر على الدعوة إلى التوحيد وإحسان الظن بالله عز وجل، لأن القائم بالتوحيد والقائم بدين الله عز وجل قد يلقى أذى من الناس. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يعطي الموحد ما يعينه على الصبر على ذلك، وأن يحسن الظن بالله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وهذا طبعا هذا الظن كفر بالله عز وجل، لأن فيه نسبة العبث إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم، وهو ذكره رحمه الله في زاد المعاد، واختصره الإمام محمد رحمه الله تعالى هنا اختصارا غير مخل، وحذر فيه رحمه الله من ظن السوء بالله عز وجل، وذكر عدة أمور تكون من ظن السوء، وهي أن يظن أن الله لم يقدر الأمور وإنما وقعت بدون تقدير، وكذلك أن يظن أن الله قدر الأمور لغير حكمة، فلا حكمة مما قضاه الله وقدره، وهذا كما سبق كفر بالله عز وجل. والأمر الثالث من ظن السوء هو أن يظن أن الله يجعل الباطل منتصرا على الحق دائما، وهذا لا يكون ولا كان، بل إن الله عز وجل ينصر أهل الحق ويظهرهم على غيرهم، ولكن قد يبتلون في فترة من الفترات بالهزيمة ونحوها، ولكن هذا الابتلاء يزول. ونصرة أهل الحق قد تكون بالسيف والسنان، وهذه سجال، قد ينتصرون فترة ويغلبون فترة، سجال بين أهل الحق وأهل الباطل. وقد تكون النصرة بالحجة والبيان، وهذه النصرة لازمة لأهل الحق، فإن أهل الحق دائما منصورون بالحجة والبيان، لأن معهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم المنصورون بالحجة والبيان دائما، لأنهم ينطلقون من وحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء بالله، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه،
ولذا ينبغي على المسلم أن يعتني بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومعانيها، لأن ذلك مما يعين على إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي من درس هذا اليوم، ويأتي دور الأسئلة. السؤال الأول: لماذا جاء المؤلف بباب ما جاء في اللو في كتاب التوحيد؟ وما مناسبة الأدلة التي أوردها المؤلف؟ السؤال الثاني: ما حكم استعمال لفظ لو؟ مع الإجابة بالتفصيل. السؤال الثالث: ماذا يقول من رأى شيئا أو حصل له شيء يكرهه؟ السؤال الرابع: لماذا جاء المؤلف بباب النهي عن سب الريح؟ وما مناسبة الدليل الذي أورده؟ السؤال الخامس: ما حكم إضافة الذم للريح مع التوضيح والتفصيل؟ السؤال السادس: ماذا يقول من أصابته ريح شديدة أو نحو ذلك؟ السؤال السابع: لماذا جاء المؤلف بباب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ وما الواجب على المسلم في ذلك مع بيان الأدلة؟ السؤال الثامن: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا من ظن السوء بالله عز وجل، اذكر شيئا منها مع التوضيح والبيان. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرضى عنا ويرضينا ويوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.